السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بصراحة كده يعني في سؤال وجودي عندي محيرني كده بقاله فترة كبيرة جدا وعايز اسأله لكم. لما مراتك كده بتجيلك آخر اليوم محملة بكل الأعباء وتسألك أو بتبقى مخنوقة ومتضايقة، يا إما متضايقة مع أمك يا إما مع مديرة الشغل اللي طلعت عينها طول اليوم، وتيجي هي بكل براءة وتقول لك أنا متضايقة، أنا مخنوقة وعايزة تتكلم معاك، أنت بقى بتعمل إيه بقى؟ بتشوف الكلام ده على إنه هجوم شخصي عليك، فتقوم لابس القفازات هي بتاعت الملاكمة وتخش خناقة، يا اما دفاع يا اما هجوم، وبتطلعوا انتوا الاثنين خسرانين. طب ليه بقى؟ عشان ملخص العلاقه دي يا برنس كلها بتتلخص في جمله واحده بس، هي بتفضفض وانت بتلاكم. سيبك بقى من الملاكمه دلوقتي خالص وتعالى نفهم ايه السر اللي الست عايزاه منك بجد. يلا بينا. في فكره محوريه بتدور حوالين الراجل والست، بتقول ايه؟ ان الراجل بيبقى عامل زي السلحفاه والست بتبقى عامله زي الشاحنه اللي هي بتحمل طن او بتحمل حموله كبيره جدا جدا، وبتيجي يعني السلحفاه دي هي بتدخل جوه القوقعه وصورة شاحنه بتفضي الحموله بتاعتها. فتعالى نحلل الموضوع ببساطه. احنا كرجاله اللي في صوره سلحفاه لما بتحصل مشكله معانا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل وضع الصمت اللي هو بتدخل جوه دماغنا زي السلحفاه، يعني احنا بندخل جوه دماغنا كده زي السلحفاه اللي بتخش جوه القوقعه. ليه بقى؟ عشان دي ضيعتنا، فلازم نجيب حل ولازم نجيب نتيجه. الصمت بتاعنا ده معناه انا بفكر، انا بشتغل على السولوشن. لكن هي الست بقى طبيعتها مختلفه تماما خالص. يعني هي الشاحنه لما المشكله بتيجي بتحس ان فيه طن رمل على ظهرها عايزه تفرغ، فبتقوم عامله ايه؟ بتفضفض. الفضفضه دي بالنسبه لها هي عمليه تفريغ حموله نفسيه. فتخيل الشاحنه الضخمه دي بتنزل الرمل على الارض، هي دي الراحه اللي بتحس بيها. ركز معايا كده، هي مش بتفضي الحمل ده عليك عشان تلومك، هي عايزه تفضيه يعني قدامك وبس. الخطأ التالت بقى يا معلم هو خطأ الملاكمة، اللي هو الخناقة اللي ملهاش تلاتة لازمة. اللي هو انت بقى يا معلم بتلخبط الدنيا اصلا، يعني انت بتفتكر انها بتشتكي لك عشان انت السبب، او تقول لك انت السبب في كل المصايب اللي حصلت دي كلها. فالملاكم اللي جواك بيصحى، عندك بيبقى راضيين جاهزين بيخسروا اي جولة في اي ملاكمة. فاللكمة الاولى اللي هي الدفاع، ايه الكلام ده؟ امي مش كده خالص، امي بتحبنا، انت فاهمه غلط. فانت هنا بتدافع عن نفسك بدل ما تسمع هي متضايقه ليه او هي منزعجه ليه او الكلام ده كله خالص. الكلمه يعني اللكمه الثانيه اللي هي بتاعت الهجوم، ما هو انت السبب، كان لازم تتعاملي معاها احسن من كده، لازم تكوني مرنه، انت يعني انت هنا اصلا بتحط اللوم كله عليها وبتصعب الدنيا خالص عليها. في النهايه كلامك ده ممكن يكون صح مليون في المية، بس المشكله يا برنس في التوقيت، في اللحظه اللي انت اصلا الشحنه دي بتفضي الحموله، فممنوع تتكلم خالص. مهمتك الوحيده هنا انك انت تسمع وبس. فالحل السحري بقى يا معلم عشان تبقى فاهم، انك انت تمسك العصايه من النص. طب يعني اسمع على طول؟ لا، ما قلتش كده طبعا. في كام خطوه كده ذكيه حاول تعملها. الخطوه الاولى انك انت تسمع 100%، سيبها تطلع كل اللي في قلبها عشان تعرف هي قد ايه متضايقه، وتشوف الامر من كذا زاويه او من منظور تاني وبتاع وكده، يعني تسمع الطرفين يعني. الخطوه الثانيه انك انت يعني تفرق بين نوع المشاكل. في مشكله قدريه اللي هي مش هتعرف تحلها زي تدخل الام، دي اسمها مشكله قدريه، مش هتعرف تغير امك ولا هتعرف، صعب. يبقى الحل هنا انك انت تحافظ على المشكله بهذا القدر او بهذا المقدار. البيت ما يتهددش، لا طلاق ولا خناقات، خليك ماسك العصايه من النص. مشكله ثانيه اللي هي مشكله نزع الفتيل، دي بايدك انت، زي مثلا انها بتشكي مثلا انك انت بتسهر مع اصحابك او انك انت بتتاخر او الكلام ده كله. ما تفكرش انها عايزه تملكك او تقطع علاقتك بالدنيا، او هي بتقول لك بكل براءه انا مفتقداك وعايزاك جنبي. اكتر لغه العواطف يعني مباشره يا حبيبي. هنا بقى انت لازم تتحرك وتنظم وقتك عشان تنزع فتيل الازمه دي. فهي لو سكتت بقى وما بقتش بتعاتبك، اعرف ان في جزء من علاقتكم مات. اخر حاجه بقى عشان نختم، نصيحه ليك وليها. اولا رسالتي ليك انت كراجل، اسمع وفرغ حمولتها للاخر، اسمع للاخر وفرغ الحموله وما تبقاش صبور، يعني ايه زي كنبه في البيت كده. رسالتي بقى ليك انت يا ست الكل، عشان هي مش هتنفع خلاص معاها الملاكمه على طول الوقت. يعني الراجل بيكره دايما يحس ان هو عاجز، لما بتقولي له حضرتك، يعني بتقولي لحضرتك انت كده انت السبب في كل المصايب دي، فانت بتصحي بقى ايه؟ بتصحي الملاكم الشرس اللي جواه. الحل الذكي هنا بقى، حضرتك لما تيجي تشكي من الموقف بس، ما تشكيش من الشخص، عشان لو لسه هي بتعاتبك وبتشتكي قدامك ده معناه انها لسه عايزاك. فاحنا هنا بقى يعني ما بنقاتلش بشراسه الا عشان الحاجات اللي احنا بنحبها. فهنا بقى يا برنس عشان تبقى بس خلاصه، المشاكل اللي حلها في ايدك غيرها، ويعني اعرف ايه المشاكل اللي حلها في ايدك وغيرها، واعرف المشاكل اللي عايز تحافظ عليها وخليها زي ما هي. اخر حاجه خلاص خلصنا والحمد لله وتمام التمام والفيديو عدى على خير. يا ريت يكون نال اعجابكم ويا ريت يكون عجبكم. بتمنى بس ان انتوا تشتركوا في القناه وتعملوا كومنت او لايك او اي حاجه
يعني تدعمنا في القناه، لان القناه لسه مبتدئه. وكل ده يعني ما تقلقوش، ده ببلاش يعني فور فري من غير ما تدفع اي فلوس. هتضغط على زرار الاشتراك او هتضغط على الكومنت او هتضغط على لايك، كل ده فور فري. شكرا، السلام عليكم.